جماعه الدنيا اتحدثت، والناس برضو بتغلط في سعاد انها سايبه عيالها. اول حاجه هي سايبه عيالها مش مع حد غريب، احنا كلنا موجودين والعيال معانا، وانا بقيت اشوف طلباتهم. انا ما بطلعش الشقه فوق، بس يا جماعه انا بشوف اكلهم وبشوف شربهم، ودايما معاهم على التليفون، وبيروحوا عند اهل ابوهم. دلوقتي الدنيا اتقدمت ليه بقى؟ في ماسنجر. ممكن يبقى انا زمان لو جالي سفريه وكان ما كانش في موبايلات، عمري ما كنت استأمن ان انا اسيب عيالي لوحدهم. لكن دلوقتي طبعا سعاد مسافره، بيتكلموا مع الماسنجر وخطوه بخطوه، واتكلموا مع الواتس، وبتعملوا ايه وبتسووا ايه وجيبوا ايه، وبتمشي اليوم كله بالايه؟ بالتليفون. لكن انتوا دلوقتي انت سايبه عيالك، والحاجه فاطمه مش سائله فيهم، ما كفايه عليها غير عيال صدفه. لا يا جماعه، انا سائله فيهم، وهي قالت لي امبارح هياكلوا كذا كذا. اتصلت بيها الصبح، صحيت مخصوص الساعه 8، ما ردتش. صحيت الساعه 12. هي ملك، ايه يا ستي؟ قلت لها انت هتروحوا عند اهل بابا ولا هتتغدوا معايا؟ قالت لي احنا هنتغدى عندك، عشان ما اعملش الاكل وما اعملش الاكل اللي انتوا تحبوه، وايه وبعد كده تروح عند اهل بابا. قالت لي احنا هنتغدى معاك. قلت ماشي، عشان ناس كتيره بتهاجمني بتقول لي انت ما بتساليش فيهم، عشان هم يا جماعه ما بيصوروش معايا، ما بسالش فيهم. ما كانوا معانا في المستشفى ونزلوا جابوا اكل، وانا معاهم خطوه بخطوه، وسعاد معاهم على الماسنجر خطوه بخطوه، وعنتر تحت، وفي كاميرات وفي كل حاجه. زمان ما كانش لا في كاميرات ولا في واتساب ولا في ماسنجر ما كانش في الكلام ده كله. كان دلوقتي الدنيا اتطورت، كل حاجه في البيت. يعني مثلا الصدفه قاعده في السعوديه شايفه كل اللي في بيتها على الكاميرا وعلى الموبايل. دي حاجه كويسه، دي حاجه كويسه. حبيت بس اوصل لكم النقطه ديت. انا مش طالعه ارد والله، انا طالعه اوضح لكم بس ان انا واخده بالي من الكل. ممكن ابن محمد قاعد مع ابوه، لكن لافا وسليم وكلهم هنا، والطفل الصغير اسمه ايه، فارس، كلهم هنا. وهدى يعني هتروح فين؟ مين هناك هيخدمها يا جماعه؟ اروح اقعد معاها فين هناك؟ انا هنا عشان لو صح لما تروح المدرسه، المدرسه عندها جايه، عشان بس ايه افهم لكم واوضح لكم ايه الامور ماشيه ازاي.